التمرينة بتاعت النهاردة جميلة وسهلة قوي، بس خليني قبل ما أبدأ الفيديو أقولك إن البرنامج العام ده محطوط علشان يخدم فئة 11 سنة ل 15 سنة الناشئين. مهم جدا يكون السباحين عايمين معاك الأربع عومات ومستواهم متطور. اشتغلت معاهم على الهاي تكنيك وعلمتهم الدخول والخروج من المية، علمتهم الاستريمات، علمتهم البريك أوت بتاع الأربع عومات. بدأت تشتغل معاهم على تنمية المهارة. البرنامج ده مكون من 100 سيشن، بيخدم الفئات العمرية زي ما قلت لك من 11 سنة ل 15 سنة. كل سيشن انا بشرحه لك وبقول لك التمرينة مكونة من ايه. البرنامج في الاول بيكون بيركز على الدريلات، وبعد كده بنبدأ نخش على السبرنتات وبنشتغل على تحملات السرعة. البرنامج ده بيكون إعداد عام، فترة بتتجاوز ال4 شهور. أما برنامج الإعداد الخاص لما نخلص البرنامج ده إن شاء الله هبدأ أشرح لك برنامج الإعداد الخاص بشكل برضه مبسط، وهشتغل معاك تمرينة تمرينة لغاية لما توصل بالمبتدئين اللي معاك للمحترفين. مهم جدا يا بطل قبل ما نتكلم في التمرينة بتاعت النهاردة إن أنت تكون متابع القياسات بتاعت السباحين، تكون عامل لهم كشف طبي دوري. ده علشان تضمن إن هم بصحة كويسة علشان ما يأثرش عليهم البرنامج بشكل سلبي. مهم جدا برضو ان انت تتابع نبضات القلب الهارت ريت اثناء التمرين. مهم جدا ان انت برضو تتابع القياسات بتاعت السباحين عشان تعرف مستواهم بيتطور ولا ما بيتطورش. يلا نبدأ التمرينة بتاعت النهاردة. زي ما قلت لك قبل كده ان التمرينة بتكون مكونة من مجموعات اساسية. داخل المجموعات الاساسية بيكون في مجموعات فرعية. المجموعات الأساسية زي ما احنا شايفين النهاردة سيشن 4 بيكون ورم اب، براي مين، المين سيت، الريكفري، والتوتال بتاعك 1500. يعني النهاردة التمرينة برضو خفيفة. بنبدأ نتدرج طبعا بالحمل التدريبي مع السباحين لغاية لما يوصل ان التوتال بيوصل ل 2000 و 2500 كمان. اما بالنسبة للإعداد الخاص الشغل بتاعه بيكون مختلف تماما، هنبقى نتكلم فيه ان شاء الله في حلقات منفردة. النهارده الورم اب احنا قلنا بنثبت الورم اب علشان السباح برضو ما ياخدش معاك وقت في بداية التمرين، فبنثبت الورم اب. التسخين بيكون اول مثلا 10، كل 10 تمرينات، كل 15 تمرينة بيكون التسخين بتاعهم ثابت. عندنا النهارده الورم اب 300 متر، عبارة عن 3 في 100. المية بتكون فري باك فري بريست، يعني حرة باك حرة بريست، ويبدأ السباح يعيد المية تاني. الراحة بتاعته بتكون 5 ثواني. في خلال ال5 ثواني دي انت بتدي تعليمات للسباح ان هو يركز في الخروج من على الحيطة، يركز في الترنات، يركز مثلا في التردد. لو عايم كويس تقول له عايش يا بطل كمل. بالنسبة للمية الأولى الحرة باك حرة بريست مش مطلوب إن السباح يجري قوي برضو، ولكن في نقطة مهمة جدا احنا بنتفق عليها في كل تمرينة أو في كل فيديو، إن احنا لازم نعمل ورم أب للسباحين. تسخين أرضي، ستريتشنج، دراي لاند، إطالات للعضلات وإطالات للمفاصل، حركة مفاصل وإطالات للعضلات علشان ما يحصلش إصابة أو كرامب للسباح. هنخش على البراي مين بعد ما خلصنا التلاتة في مية في التسخين. هنخش على البراي مين. البراي مين بيكون التمرينة بدأت تشد شوية، وبرضه عايزين نقول إن التمرينة بيكون ليها هدف، فبنشتغل على كل تمرينة بيكون الأهداف بتاعتها واضحة وبتبدأ تبان من البراي مين. البراي مين بيكون عبارة عن 300 متر النهاردة، 3 في 50. كيك فري 85% الشدة و20 ثانية الراحة. كيك فري يعني ضربات رجلين حرة. تمام. متاح للسباح ان هو يستخدم البورد او يستخدم او من غير بورد سكالينج، بس انا بفضل ان احنا نركز على الرجلين فيكون السباح ماسك بورد افضل. 3 في 50 يعني بيريح كل 50 متر. ضربات رجلين الحرة مهم جدا ان اخلي السباح يبقى رجله مفرودة، ده التردد بتاعها يكون ثابت. مادام 85% يعني الشدة بتاعتها مش عالية قوي، بدأت يعني فوق المتوسط بحاجة بسيطة. مهم جدا ان السباح برضو يحافظ على التيمبو بتاع ايقاع الرجلين. الجسم بيكون مفرود، الراس ما بتتحركش. الحاجات دي كلها او التعليمات دي كلها انا بديها للسباح اثناء العوم. بيريح ما بين كل 50 و50 20 ثانية. خلال 20 ثانية دول بعد ما بيريح أنا ببدأ أديله تعليمات. لو عايم كويس بقول له عايش، لو في أي كومنت ببدأ أديهوله. أما بالنسبة أثناء المسافة أنا ما ينفعش أوقف السباح أبدا. ببدأ أشجعه أقول له شد يا بطل، عايش كمل، المس وارجع قوام، التايم بتاعك قد كده. ولازم أقيس للسباحين مادام الشدة بتاعتنا عالت عن ال70%، لازم يعرف السباح التايم بتاعه في ال50 متر، والتايم بتاعه في ال50 متر وفي ال100 متر، بالنسبة للرجلين وبالنسبة للدراعات. أما المجموعة التانية في البري مين هي 3 في 50 كيك باك، يعني ضربات رجلين باك. 85% دي الشدة، والراحة بتاعتك 20 ثانية. نفس اللي احنا عملناه برضو في الحرة هنعمله في الباك.
3 في 50. رجلين الباك يفضل ان انا اشتغل ستريتش او ستريم لاين للدراعات. اشتغل ضربات رجلين باك، الرجلين بتكون غرقانه جوه الميه، بضرب بمشط رجلي مش بكعب رجلي. مهم جدا السباح يكون عامل ستريتش لجسمه كله، البادي بوزيشن بتاعه مظبوط، الهيد بوزيشن بتاعه مظبوط، وامسك له تايم برضو في الباك ضربات الرجلين، واعرفه وهو بيخش على الحيطه ما دام الشده بدات تعلت عن المتوسط، فببدا اديله التايم بتاعه في كل 50 بيبقى عامل ازاي. بنخلص ال3 في 50 حرة، وال3 في 50 رجلين باك، وبنخش على التمرينة الأساسية اللي هي المين سيت. مين سيت النهاردة 800 متر. 800 متر دول عبارة عن 2 في 200 اي ام دريل اوردر ايروبيك. ايروبيك هنا يعني السباح لازم يكون بيتنفس، يعني عايم الشدة بتاعته متوسطة. مهم جدا ان احنا نركز في الشدة متوسطة، معنى كده ان احنا مهتمين جدا بالتكنيك، يعني مسار حركة الإيد، الوضع بتاع الجسم، تناسق الحركات، شكل الدراع بره المية، شكل الشدة، الضربة بتاعة الرجلين. الكلام ده كله لازم نركز فيه مادام احنا عايمين ايروبيك، يعني مفيش شدة نهائي. بنركز على التكنيك علشان بنأهل السباح ان هو بعد كده لما يبقى بيعوم سبرنتات فالتكنيك بتاعه يكون ثابت ما يقعش منه. 2 في 200 يعني انا عايم 200 8 مرات رايح جاي. ممكن بقى تقسمها ازاي يا كابتن؟ ممكن تقسمها كل 100 مثلا بيغير، كل 50 بيغير، بس انا بالنسبه لي بخليها كل 50 على كل عومه. 50 دولفين، 50 باك، 50 بريست، 50 حره دريلات. ويفضل ان السباح يغير في الدريلات، يعني ما يثبتش دريل واحد يبقى عايم عليه على طول. ولكن انهي دريل يفضل ان احنا نستخدمه؟ الدريل اللي هو الاقرب للعومه. يعني مثلا في الدولفين ممكن نشتغل سلايد 1 او سلايد 2. 25 سلايد 1، 25 سلايد 2، اللي هو الدراع بنفس 1 ارم. السلايد 2 اللي هو بدخل ال2 ارم اللي هي العومه بتبقى كامله. بالنسبه مثلا للباك ممكن نشتغل الروتيشن، او اللي احنا قلنا عليه قبل كده ميزان، او سويتش. احنا يعني في مسميات كتيره، بس هو ان السباح بيثبت دراع فوق ودراع على رجله، وبيبدا يعمل سويتش الاتنين مع بعض. البريست برضو ممكن ينوع في الدريلات، رجلين حرة دراعات بريست، رجلين بريست واشتغل بدراع بريست واحد. الحرة ممكن اشتغل شدات جوه المية، ممكن اشتغل دريل اللي هو الثبات على الهاي البو. في دريلات كتيرة قوي. نخلي السباح لازم يكون ملم بجميع الدريلات، وفاهم الدريل وحافظ الدريل، وعارف يعني ايه شكل الدريل والمسمى بتاعه. بنشتغل 50 على كل عومة، وبنعيد ال200 دي تاني. مادام الايروبيك يعني الراحه بتاعتك ممكن تعدي ال 40 ثانيه يعني ما توصلش للدقيقه، من 40 ثانيه لدقيقه. المجموعه عندنا التانية اللي هي 50 8 في 50 ضربات رجلين بريست ويز بورد جلايد 3 سكند ريست 15 ثانيه. يعني ايه يا بطل؟ يعني بنعمل 8 في 50، بنكرر ال 50 دي 8 مرات، بنشتغل فيها على ضربات رجلين البريست، ويفضل ان هو يكون بالبورد علشان السباح يعني يركز في حركة الرجلين. بنركز طبعا في الجلايد يكون 3 ثواني، يعني السباح بيفتح رجليه ويزق المية ويثبت عدى 2 3 ويبدأ يكرر. مهم جدا ان هو يفهم يعني ايه جلايد ويفهم يعني ايه ثبات علشان يستفيد بالحركة. الكيك بريست على البورد يفضل ليه؟ علشان البادي بوزيشن يكون مظبوط. ما ينفعش طبعا الكيك بريست رجل السباح تطلع بره الميه. رجل السباح ما ينفعش يعكس الحركه، ما ينفعش يفتح ركبته الاول. احنا بنفتح مشط الرجل الاول، بعد كده بنفتح الركبه، بعد كده بنجمع ونزق ونثبت 3 ثواني. الريست ما بين كل 50 والتانية 15 ثانيه. طيب الشده بتاعتها ايه يا كابتن؟ الشده بتاعتها ما دام قلنا في 3 سكند ثبات جلايد، يبقى مطلوب مني ان الشده بتاعتها تكون يعني قويه مش سريعه. السباحين اللي بتجري في البريست وبالذات في التكنيك او في بدايه البرنامج ده مش مطلوب. بعد كده ان شاء الله لما نشتغل على السبرنتات نعلم السباحين يعني ايه تجري، يعني ايه تلم اوام، يعني ايه تعمل جلايد قليل. ده بالنسبة للمجموعة التانية في المين سيت. فأصبح إن إحنا دلوقتي خلصنا ال8 في 50. في كل 50 أنا المفروض بدي للسباح اللي معايا بديله يعني معلومة، وبصلح له غلط. بصلح له غلط بقول له مثلا رجلك شغالة غلط، في مثلا مشكلة عندك في كذا. ببقى طبعا متابع السباحين وبشوف رجليهم عاملة ازاي، وضع راسهم عامل ازاي، جسمهم مشدود ازاي. بعد كده لو عملوها كويس عايش، انت كويس، انت شاطر، انت ناقص لك كذا، انت ناقص لك كذا، وبفضل اتابعهم في ال8 في 50 عشان اوصل لافضل نتيجة. بعد كده بنخش على الريكفري. ريكفري النهارده 100 ايزي. في المية الايزي دي يفضل ان السباح يقوم عومه مرتاحه زي الحر او الباك او الدبل باك رجلين بريست. اي عومه سهله، المهم ان هو يركز في النفس، يعوم بالراحه، ما يجريش علشان يعمل
تهدئة او كول داون قبل ما يطلع بره التمرين تجنبا للاصابات او الكرامبات. التوتال النهارده 1500، فالتمرين النهارده خفيفة جدا. بس التكنيك بتاعها عالي. فعايزين نركز يا شباب ان السباحين على قبل ما نوصل للتمرين رقم 20 يكون السباح التكنيك بتاعه مفهوش ولا غلطة، عشان بعد كده البرنامج مفهوش اي تعديل على التكنيك، ولكن التمرينة كلها بتكون التوتال لازم يقوم التوتال، فالتوتال بيوصل ل 2000 و2500 كمان. لو وصلت معايا لنهاية الفيديو معنى كده ان انت مهتم برياضة السباحة، وبالاخص مجال تدريب السباحة مش التعليم. اعمل لي لايك وسيب لي كومنت وقول لي بتمرن السباحين بتوعك فين، والناشئين بتوعك سنهم كام سنة. ولو انت لسه السباحين اللي معاك تعليمي، فانا سايب لك منهج تعليمي عبارة عن 8 مستويات. ما تستعجلش في السباح ان انت تطلعه من مستوى لمستوى غير لما يكون متقن للمهارة 100%. في التعليم مش مطلوب من السباح ولا قوة ولا مسافة ولا سرعة، مطلوب من السباح مسار حركة صح. متستعجلش على السباح، يعني اشتغل معاه واحدة واحدة لغاية لما يكتسب المهارة، عشان لما تيجي تشتغل حضرتك تمرين وتنمي عنده المهارة، يعني ما يتعبكش. زي ما قلت لك سيب لي الكومنت وقول لي السباحين اللي معاك قياساتهم عاملة ازاي، الفئة العمرية بتاعتهم ايه، وصلت معاهم لايه. ولو محتاج اي تعديل او اي سؤال سيب لي في الكومنت، وانا ان شاء الله هجاوبك في اقرب وقت. شكرا يا شباب.